الناس اللي بيحصل لها حاجات غريبة ومواقف غريبة ومريبة، الناس اللي بتقول أنا بشوف عفاريت، الناس اللي بتقول بشوف خيالات بالليل، الناس اللي بتقول بسمع أصوات، الناس اللي بتقول أنا بيجيلي أحلام غريبة بعفاريت أو أشباح أو أموات. يا جماعة الناس دي عندها مشكلة نفسية وليست مشكلة إن هم ملبوسين أو عليهم جن أو الكلام ده كله. اللي يروح للشيوخ والدجل والشعوذة والسرقة والكلام ده كله والنصب يتحمل النتيجة، لأن هو بيروح سليم بيرجع ملبوس. مفيش حد فينا يقدر يتلبس، مفيش حاجة اسمها جن يخش جوه جسمك. اللي بيحصل هو التخاطر بالأفكار. طيب ليه الناس بتتشوف العفاريت والجن والمواقف دي؟ الناس اللي بتشوف ده بيكونوا هم أصلا مرضى نفسيين، هم عندهم مرض نفسي، مخنوق مضغوط عليه ظلم. تمام، حد أذاه نفسيا، حد أذاه جسديا، بيتعرض لظلم من حد معين، من الوالدين، من الزوج، من الزوجة، من الإخوات، عليه ضغط نفسي جامد جدا. الضغط النفسي بيولد عنده طاقة، الطاقة دي بتخليه، والحزن بيخليه يخرج من الواقع، بيروح لعالم تاني موازي، وهو التردد التاني. التردد التاني اللي موجود فيه فعلا الجن والعفاريت. يعني هو بيشوف جن وعفاريت وبيحصل له مواقف ممكن يكون فيها روحانيات، بيحصل له، لكن السبب الاساسي سبب نفسي، ان هو زعلان من حاجه معينه، مضغوط نفسيا من حاجه معينه، خليته يهرب من الواقع المادي اللي احنا موجودين فيه والواقع الحسي الى الواقع الغير حسي او الواقع المخفي. وبيخش في تردد تاني، بيبدأ يشوف الأموات وبيبدأ يشوف الجن ويبدأ يشوف عفاريت ويبدأ يسمع أصوات غريبة ويبدأ يحصل له حاجات كأنه ملبوس. لكن هو اتلبس؟ لا، ما اتلبسش، مفيش حاجة اسمها اتلبس. اللي بيحصل هو التخاطر، بيأثروا على دماغه، بيقدروا يتحكموا في دماغه، بيقدروا يدوله أفكار معينة اللي هو شايف حاجة معينة. لكن ما هو حقيقة السبب الأساسي هو سبب نفسي، أدى إلى تغير تردد حياته من التردد الواقعي إلى تردد ما وراء الطبيعة أو التردد الخفي اللي هو العالم الآخر. يبقى نحل الموضوع النفسي. يعني حضرتك بتشوفي عفاريت وكوابيس بالليل وبتشوفي وبتسمعي اصوات غريبه، شوفي انت مشكلتك ايه الاول. غالبا تكوني متخانقه مع جوزك، غالبا يكون عندك ضغط من ابوك او امك، غالبا عندك ضغط في الشغل، غالبا مفيش فلوس ونفسيتك تعبانه، غالبا عندك كذا مشكله. حليها عشان الجن يبعد عنك، عشان ترجعي تاني من العالم الاخر اللي انت وصلتي له للعالم الواقعي اللي احنا موجودين فيه. اذا مفيش داعي انك تروح لشيخ ودجال ويقرا لك قران. القران يا جماعه ما بيطلعش عفاريت، لان في عفاريت مسلمين وفي جن مسلمين بيسمعوا القران ويتمزجوا، مفيش مشكله، ويعني هيندمج معاك عادي جدا. القران ما بيطلعهمش. والعلاج، عايز تقرا قران اقراه انت، ده لنفسك انت، ربنا هيطهر روحك وانت نفسيتك هترتاح وتبتعد عن العالم ده. لكن انك تقول لي اعمل لي رقيه شرعيه وخد فلوس، ما الرقيه الشرعيه بفلوس. يعني بتستخدم كتاب ربنا انك بتتاجر بيه، وهو الكتاب اصلا ربنا القران منزل على اساس تقراه وتستفاد انت منه وتهدى، ولا بذكر الله تطمئن القلوب، عشان انت تطمن. فلما انت تطمن ترجع تاني للعالم بتاعك. خلص الحزن اللي جواك وصفيه وعالج مشكلتك النفسيه، هترجع من العالم الخفي وانك تشوف خيالات واحلام وكوابيس الى العالم الواقعي. غير كده كله دجل يا جماعه، مفيش علاج بالقران، مفيش رقيه شرعيه، كل ده دجل. حل مشكلتك النفسيه الاول وانت ترجع من عالم العفاريت الى عالم الواقع. انا ما بقولش ان انت بتهلوس، ما بقولش ان انت بيجيلك خيالات، انا مش دعوه بالعلاج النفسي ولا الكلام ده كله. انت ما بيجيلكش خيالات، انت فعلا بتشوف جن وبتشوف عفاريت وبتشوف ارواح، تمام، وفعلا بيجيلك كوابيس منهم وبيجيلك تخاطرات منهم وبيجيلك افكار منهم وبيأثروا عليك. كل ده عشان انت حزين. الحزن من الشيطان، ولما بيجيلك حزن بتبتعد عن العالم الواقع هروبا من العالم الواقع اللي فيه مشاكلك وفيه احزانك الى العالم الغير واقعي اللي هو عالم البرزخ او العالم الخفي اللي فيه كل الكائنات الغريبه دي. تمام. عايز تحل مشكلتك والعفاريت اللي لابسينك والجن والهبل ده كله، حل مشكلتك النفسيه. روق على نفسك كده وحاول تحل مشكلتك. ما تحملش نفسك ضغط نفسي يخليك تخرج من الحياه الواقعيه الى الحياه بتاعه الكائنات دي. الضغط النفسي يا جماعه، ما تتحملش حاجه مش طايقها حتى لو بتحبها. يعني انت لو بتحب حاجه ما تقولش انا بتحمل عشان خاطر كذا، بتحمل عشان خاطر الدنيا تمشي. انت ما بتحملش، انت بتضغط على نفسك، وكل ما تضغط على نفسك انت بتخرج من العالم ده للعالم التاني، لحد ما هتلاقي نفسك انت اتجننت، والناس كلها هتشوفك مجنون لانك بدأت تتكلم مع اشخاص غير موجودين، بدأت تتكلم مع كائنات غريبة، بدأت تجيلك كوابيس وتقوم بتصرخ بالليل. كل ده مش لانك جالك مرض نفسي او مجنون او الكلام ده كله، لكن لانك اتنقلت من العالم الواقع الى العالم
الاشباح وعالم العفاريت دخلت في عالم تاني خالص. ارجع بقى بالسلامة وظبط نفسيتك عشان ترجع تعيش في الواقع اللي احنا فيه. بس كمان ما تخليش حد يضغط عليك، ما تضغطش على نفسك، ما تحملش نفسك فوق طاقتك.